السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا وسهلا فيكم في قناتي فلسطينية بغزة. كيفكم؟ شو أخباركم؟ بارك الله فيكم جميعا على كل إشي بتعملوه معانا وعلى وقفتكم معانا. أنتم نعم السند، أنتم شرف الأمة. بارك الله فيكم فردا فردا، شخصا شخصا. الله يسعدكم يا رب دنيا وآخرة. اليوم رجعت لكم بوصفة جديدة من وصفات البتنجان. طبعا احنا عارفين انه البتنجان له كتير وصفات وبدخل في كتير اكلات وله اكتر من طريقة واكتر من وصفة. زي ما انتم شايفين، الوالدة الله يعطيها الصحة ويطول بعمرها يا رب، قشرت القشر الخارجي، طبعا مش كلها، عملت عشان بدها اياه بالشكل هذا، وقطعته من النص، وبعدين حطيت عليه الملح، تركت الشمس في الشموس يتشمس عشان اذا في مرار، اذا في اي شي بيطلع. بعد هيك بنحضر الحشو، اللي هي الحشو عبارة عن لحمة مفرومة. اخيرا يا جماعة حصلنا على لحمة مفرومة من 7 اشهر زي الناس، وبسعر رحيم، مش بسعر خيالي، لأنه وصل سعرها في الظروف إلى الكيلو يتجاوز 70 و80 شيء. زي ما انتوا تعودتوا علينا لما بدنا بندخل البصل برضو في الأكلات. أول شي بقطع البصلة، على حطت زيت نباتي وخلتها تتحمر، وبعدين سكب عليها اللحمة المفرومة اللي هي عبارة عن حشوة الأكلة لنا لليوم. طبعا لازم نجهز الحشوة بدري عشان تبرد، ما تكونش سخنة. بعد ما يتم تحمير البصلة بنحط اللحمة وبنحط عليها التوابل حفظتوها معي. طبعا بحب أشكر كل الأخوة والأخوات اللي بتبرعوا لي على ميزة شكرا. بارك الله فيهم جميعا وفي ميزان حسناتهم، وربنا يرزقهم يا رب أضعاف ما بشاركوا وبيساهموا في هالميزة. الله يكرمهم يا رب دنيا وآخرة، ويعطيهم على قدنا وياهم يا رب يا رب. هنا لما دارت اللحمة طبعا زي ما هو موضح أمامكم. طبعا بحب أشكر كل أخواتي اللي اقترحوا علي الحلول عشان يوصل لي البنكود. طبعا فيش ولا حل حتى الآن. وطبعا قصة إني أجازف وأحط عنوان حد تاني فيها يعني مجازفة على القناة وخوف، يعني عفوا الواحد بيقدرش يثق يعني في حد ما بيعرفه هالأيام. وربنا يحمينا ويزيح الغم يا رب. هيهم بيهددوا انهم يروحوا على رفح، وربنا يسترها علينا يا رب. ان شاء الله يا رب يتدخل ولاد الحلال هيك وتقف يعني الواحد بالمرة وضعه. وكل عام وانتم بخير. روح رمضان بأي حال جئت إلينا يا رمضان، أي حال مشى. طبعا احنا مش أول مرة نعيش أجواء رمضان بهيك ظروف. في 2014 أجا رمضان وبهذه الظروف، وفي 2021 أجا رمضان وبهذه الظروف برضو. إن شاء الله هيك ربنا يحمينا جميعا يا رب، ويجازينا على صبرنا وتحملنا، ويحمي أهل رفح يا رب العالمين. يعني معظم الناس رجعوا على بيوتهم وأماكنهم في مدينة خان يونس، ما لقوش لا بيوت ولا لقوا أي حاجة. ربنا يربط على قلوبهم ويصبرهم يا رب. هنا بعد ما استوت الكفتة أو اللحمة المفرومة حطت عليها صلصة الطماطم وحطت مية عشان تسبكها، بترجع تاني تطبخها فيها وبتتركها طبعا تبرد على الآخر. بعد هيك بتجهز الزيت للقلي، تغسل البتنجان من الملح وبتسيبه يصافى من المية عشان ما يقعدش يفرقع في الزيت النباتي أو في السيرج.
هين بعد ما جهزت زيت النباتي بدأت تحمر في البتنجان زي ما وضح أمامكم. طبعا بحب أشكركم على تفاعلكم على آخر وصفة نزلتها، وصفة صينية البطاطا بالفراخ. شكرا لكم والله، وبارك الله فيكم جميعا. وبحب أشكر كل تعليق تكتبوه إلي وبوصل إلي. طبعا إن شاء الله ما أكون قصرت مع أي حد، ورديت على أي تعليق بيستحق الرد. وبحب أشكركم طبعا على فزعتكم معلومات اللي بشاركها على المنتدى. يسعدكم يا رب وفي ميزان حسنكم كلكم أكيد. يعني هنا لما بعد ما قلت البتنجان بدأت تحشي فيه بالكفته جهزناها في بداية الفيديو. طبعا الحين معظم البلاد بيجهزوا عندهم ليالي عيد، وبيجهزوا لأغراض العيد ولملابس العيد. احنا اي حد بيسألنا بنحكي ما عنا عيد. عيدنا يوم ما تتوقف وتنزاح عنا هذه الغمة، هاي عيدنا. طبعا احنا لازم نعظم شعائر الله. بس الواحد نفسيا ولا جسديا ولا اي اشي قادر انه يجهز او يعمل اي حاجة، لانه طبعا احنا ما عندناش مظاهر وما عندناش ولا اي اشي عنا غير القهوة والتمر بدخل لنا في الطرود الغذائية. والقهوة طبعا ما انقطعتش من عنا، ضلت يعني موجودة، بس كان سعرها خيالي. كان خصنا احنا في العيد نجهز ملابس جديدة، نجهز الضيافة ونعمل مول العيد وكعك العيد. طبعا اول يوم في العيد كنا نفطر رنج او فسيخ. ان شاء الله اذا توفر وحصل عليه حنزل لكم طريقته، لانه احنا طريقتنا غير طريقة بعض الدول. لاني انا بشوف اخواتنا في مصر الله يحفظهم بياكلوا ني، احنا لا بناكلوش ني، احنا بننظف وبنعمل له دقة وبنقليه بطحين عادي كأنه زي السمك. اما شفت انا بقى اخواتنا كتير في مصر بياكلوه ني مع بصل اخضر وليمون، ومش عارف احنا عمرناش يعني جربناها. وبرضو في عنا بعض الناس بتحسسوا منه وبيجيهم نزلات معوية اول يوم في العيد لما بياكلوه بكترة بسبب ملوحته، بسبب ارتفاع الملح فيه. بتلاقي عنا المستشفيات مليانة نزلات معوية من ايش؟ من الرنجة والفسيخ، بيكون يعني مأوفر كتير وطاغي على حاله في الأكل. فالمعدة بتكون سبحان الله متعودة على الصيام على الأكل القليل، فبتيجي فجأة بتصدمها هيك الصبح يوم العيد بالشوكولاتة بالمعمول بالقهوة بالرنجة والفسيخ وبتتعب عاد المعدة وتلجأ إلى المستشفى. طبعا زي ما هو موضح أمامكم حشت كل البتنجانات، بعد هيك بتزقيها بصلصة، تحط في الفراغات صلصة وبتحطها على الغاز تطبخ، وإذا بدكم تحمروها بتحمروها، طبعا انتم مخيرين. وصحة وعافية على قلوبكم وقلوبنا. تفضلوا معنا يا جماعة. وهذا شكلها يعني بعد ما استوت. بارك الله فيكم جميعا، وما تقصروا معي في اللايكات. بطلتوا تحطوا لي 1000 لايك يا جماعة، ليش؟ الله يسعدكم يا رب دنيا وآخرة، وبارك الله فيكم جميعا وكله في ميزان حسناتكم. طبعا ما قصرتوا، النعم فيكم يا رب. ما تنسوا تشتركوا في ميزة شكرا وتساهموا فيها أقل القليل. الله يسعدكم ومع السلامة.